المرحلة دي فيها كلام كتير وهنسمع متهيألي كلام كتير وربنا يسهل. في ناس كتير بتسأل ايه تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مغادرة أو رحيل الرئيس السابق حسني مبارك للقاهرة أو لقصر العروبة أو مكان سكنه في منطقة مصر الجديدة، إلى أن ترك القاهرة وتوجه إلى مدينة شرم الشيخ. معايا دلوقتي للحوار حول هذا الموضوع رئيس تحرير المصري اليوم الزميل الأستاذ مجدي جلاد. أهلا بيك أستاذ مجدي، مساء الخير. أستاذ معتز، مساء الخير يا فندم عليكم وعلى المشاهدين كلهم. الله يخليك. متهيألي في روايات متضاربة، ناس بتتكلم إن الرئيس مبارك مشي في عربية، ناس بتقول لا ده طيارة هليكوبتر وكان في طيارة هليكوبتر تانية، وناس بتقول لا ان العيلة كانت منتظرة قبل ما الرئيس يغادر، يعني ان هو يغادر الاول وبعدين العيلة تغادر بعديها. يا ترى ايه الصورة اللي في ذهنك او المعلومات اللي عندك لغاية النهاردة؟ المعلومات اللي عندها طبعا عشان ابقى صريح يعني واضح، صعب حد يجزم بالمعلومات انها 100%. لكن تفاصيل الساعات الأخيرة كان واضح أنها كلها مشحونة وكلها متوترة جدا، لأنها كانت ما بين إرادتين: إرادة بتطالب بحفظ البلد وحفظ وطن كامل، ومتظاهرين واقفة مع المتظاهرين في حمايتهم اللي هي القوات المسلحة من أول التظاهرات، وما بين محاولة تأجيل الموضوع وعدم التنحي. كان في وجهتين نظر، واعتقد وجهه النظر الوطنيه هي اللي تغلبت على الموضوع، لكن المعلومات اللي عندي بتقول ان الرئيس مبارك توجه الى شرم الشيخ مساء الخميس. مساء الخميس مش الجمعه يعني؟ لا، مساء الخميس. وانه الاسره لحقت به في اليوم التالي ظهرا الجمعه، وانه كان هو تحرك بالفعل من قصر الرئاسه بسياره، ثم انتقل الى المطار ثم الى شرم الشيخ، وهو لم يغادر مصر حتى الان. وكانت تفاصيل الساعات الاخيره بتقول انه كان غاضبا جدا من الموقف الامريكي من الازمه، وما كانش متوقع هذا الموقف الامريكي من الازمه، وانه اتصل ببعض الزعماء العرب واتكلم معاهم، وكان غضبه شديد جدا من موقف الغربي والامريكي في عدم دعمه خلال هذه الازمه. في كلام اتقال انه الرئيس مبارك ممكن يروح الامارات، في كلام اتقال ان علاء وجمال مبارك خدوا زوجاتهم واولادهم وراحوا لندن. هل في عندك معلومات؟ والله في انباء عن وصول جمال مبارك الى لندن، لكن ما اقدرش اكدها بصراحه. لكن بالنسبه لالمانيا بالتحديد، المعلومات بتؤكد ان احزاب المعارضه في المانيا هددت وحذرت انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه انه لو المانيا استقبلت الرئيس مبارك هيكون لهم موقف وهيسالوها في البرلمان الالماني. تمام. هل عندك معلومات يا مجدي اذا كان الرئيس مبارك موجود في شرم الشيخ حاليا ولا غادر مصر لجهه غير معلوماتي بتقول انه لا يزال في شرم الشيخ. ان هو لا يزال في شرم الشيخ. لا يزال في شرم الشيخ حتى اليوم، يعني لم يغادر البلاد ومعاه اسرته. لكن المعلومات بتقول ان جمال مبارك في الغالب سافر لندن. تمام. سافر يعني، لكن الرئيس مبارك لا يزال في شرم الشيخ، وهو زي ما قلت لحضرتك ان هو كان لديه لحظات عدم تصديق لما يحدث. تمام. اذا الرئيس السابق حسني مبارك كان في حالة عدم تصديق لما حدث. مش هو لوحده، ده ناس كتير جدا كانوا في حالة عدم تصديق، بما فيهم الرئيس الامريكي اوباما اللي قال ان الشعب المصري والشباب المصري وروا العالم تجربة هتبقى نموذج في العالم كله فيما بعد بالنسبة لفرض إرادة الشعوب على الحكام. شكرا لمجدي جلاد رئيس تحرير المصري اليوم.